كنت فين كل ده يا حلوة؟ صحيح ما أنا عارفاكي قليلة الأدب وبتحبي الضحك والسفالة. أكيد قعدتي تضحكي مع البياعين في السوق، وده شوية وده شويتين. حرام عليكي يا حماتي، ايه اللي انت بتقولي عليا ده؟ حتى قبل ما انزل غلطت فيا ان انا بحب اسمع كلام حلو من احمد سيلفي، ودلوقتي بتغلطي فيا ان انا بحب اضحك مع بتوع الخضار. كده حرام وافتراء. انا مفترية يا قليلة الادب؟ يا اللي جاي من بيت مش محترم، تعالي والله لا اجيبك من شعرك. وفعلا سوريا مسكت منى ضربتها علقة موت، وفضلت منى تعيط وتقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة النهاردة حلوة قوي وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تدعموني بلايك للفيديو، صلوا بينا على النبي ويلا نبدأ. أنا خلود، عندي 17 سنة، بدرس في الثانوية العامة، وعندي 2 إخواتي، واحد في الجامعة والتاني أخويا الكبير متجوز معانا في نفس البيت، وعايشين مع والدتي لأن والدي متوفي. اسمعي يا خلود، هي منى مرات اخوكي ما نزلتش من شقتها ليه لعند دلوقتي؟ هي فاكرة نفسها متجوزة جديد والنهاردة صباحيتها دي ليلتها ما يعلم بيها إلا ربنا. طب وليه بس يا ماما تقولي كده؟ ما احنا كمان لسه صاحيين من النوم، اهو سيبيها هي كمان تنام شوية. لا يا حبيبتي، هو ده اللي ناقص، تعمل راسها براسي. لا يا حبيبتي، هي متجوزة أخوكي علشان تبقى خدامة عندنا، لا أكتر ولا أقل. على العموم اطلعي خبطي عليها وقولي لها تنزل حالا، علشان لو ما نزلتش دلوقتي هخلي الليلة مش معدية. حاضر يا ماما، هطلع اهو انده لها، بس انا شايفة انه ملوش داعي كل اللي انت بتعمليه ده. منى مرات اخويا بنت طيبة جدا وبتسمع كلام والدتي، لكن والدتي هي اللي مبتحبهاش. بعدها طلعت عندها، واول ما شافتني لقيتها بتقولي صباح الخير يا خلود، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. معلش يا منى، ماما عايزاكي تنزلي ليها ضروري جدا، وبتقولك انت اتأخرتي ليه كده النهاردة. غصب عني والله يا خلود، خالد اخوكي لسه ما راحش الشغل، وانت عارفة ان انا لازم افطره قبل ما ينزل. صباح الخير يا خلود، في حاجة ولا ايه؟ تعالي يلا نفطر سوا. لا يا خالد مفيش حاجة، ماما بس كانت قلقانة عليكم. طب انا هنزل دلوقتي يا منى، وبعد ما تخلصي انزلي على طول. لا بالهنا على قلبك يا خالد، انا هفطر تحت مع ماما، سلام. بعدها نزلت عند والدتي وقلت لها هي نازلة ورايا يا ماما، وطلع ابنك خالد لسه مراحش الشغل، وهي بتفطره وهتنزل على طول. ألحق أنا أعمل حاجة في البيت قبل ما أخرج. ماشي يا حبيبتي، ومالك بتتكلمي كده ليه؟ لا تكون صعبانة عليكي يا حبيبتي، ما يصعبش عليكي غالي. قوليلي كده، انت بتعملي ايه يا خلود؟ بنضف الصالة يا ماما قبل ما انزل على المدرسة. انت اتجننتي يا بنتي يا خلود؟ امال منى مرات اخوكي لازمتها ايه في الشقة؟ هي اللي هتنزل تفطرني وتفطرك وتروق الشقة كمان، وبعد كده تعمل لنا الغدا. بطلي هيافتك دي. معلش برضو يا ماما، ما هي بني ادمة من لحم ودم زينا، ليه بتعملي معاها كده؟ بعدها منى نزلت عندنا وقالت لوالدتي صباح الخير يا حماتي، معلش اتأخرت عليكي النهاردة، كنت بفطر خالد قبل ما ينزل على الشغل. وانا بقى مطلوب مني استناكي يا حبيبتي لحد ما تفطري ابني ولا ايه؟ بعد كده تنزلي تفطريني وبعد كده تطلعي على فوق. حاضر يا حماتي، حقك عليا، بعد كده هنزل على طول، وبلاش خالد خالص. انتي بتاخديني على قد عقلي يا منى ولا ايه؟ انا بقولك ايه، هتشتغلي لي في العبط، هوريكي ايام ما تتمنيش انك تشوفيها معايا، انتي فاهمه؟ هو انا عملت ايه بس يا حماتي؟ ما انا بقولك حاضر ونعم على كل حاجه اهو. غصب عنك تقولي حاضر ونعم، امال انت عندك اي كلام تاني تقوليه؟ سمعيني صوتك كده وانا هوريكي هعمل فيكي ايه. ويلا غوري حضري الفطار ليا انا ومنى واحمد، علشان احمد هيصحى من النوم يفطر وينزل على الكليه. بعدها منى راحت علشان تحضر الفطار لينا كلنا، فضلت معاها وساعدتها وجهزنا السفرة علشان نفطر سوا. بعدها بشوية أحمد صحي من النوم وقال لمنى صباح الخير يا منى، عاملة ايه؟
أنا صاحي من النوم على ريحة الأكل، قلت أكيد منى نزلت عشان تعمل لنا الفطار. ألف هنا على قلبك يا أحمد، أنا فعلا عاملة الأكل بالطريقة اللي أنت بتحبها علشانك. يلا كل علشان تنزل كليتك. والله يا منى أنت بتهتمي بيا أكتر من أمي وخلود كمان، ربنا يخليكي ليا يا رب، فعلا أنت أختي الكبيرة. جرى إيه يا أحمد؟ ما تحترم نفسك، ما ينفعش تضحك وتتكلم مع مرات أخوك بالطريقة دي. وأنت يا حلوة مالك عمالة تضحكي كده؟ هو جوزك ما بيقولكيش كلام حلو ولا إيه؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا حماتي؟ احمد ده اخويا الصغير، وانا متعودة اهزر معاه في اي كلام، لكن اللي انتي بتقوليه ده ممكن يخرب بيتي. والله يا حبيبتي انا قلت اللي انا شايفاه قدامي. على العموم خلصي علشان تنزلي السوق وتعملي لي الغدا. حاضر يا حماتي، انا نازلة السوق اهو. بعدها فعلا منى نزلت على السوق، واحمد زعق مع والدتي وقال لها: ايه اللي انتي قلتيه ده يا امي؟ ما يصحش كده. انتي ليه بتعملي مع منى كده؟ ليه بتعامليها لمعاملة الخدامين دي؟ منى دي بنت ناس، ما ينفعش تعملي معاها كده. ومالك يا حبيبي متضايق عليها كده ليه؟ ده بيتي واعمل اللي انا عايزاه. مالكم كلكم بتحبوها كده ليه؟ انت عمال تدافع عنها دلوقتي، وخلود اختك الهبلة عمالة تدافع عنها الصبح، وعلى بالليل محمود جوزها كمان بيجي وياخدها في حضنه. ايه الكل بيحبها ليه كده؟ ده اكيد عامله لكم عمل علشان تحبوها. على فكرة يا امي كده غلط، واللي انتي عمالة تعمليه فيها ده ما يصحش وما يرضيش ربنا. انا نازل على الكلية، سلام. بعدها احمد نزل على الكلية، وبعدها بشوية منى رجعت من السوق، وحماتها قالت لها: كنت فين كل ده يا حلوة؟ ما انا عارفاكي قليلة الادب وبتحبي الضحك والسفالة، اكيد قعدتي تضحكي مع البياعين، ده شوية وده شويتين. حرام عليكي يا حماتي، اللي انتي عمالة تقوليه عليا ده. قبل ما انزل غلطت فيا ان انا بحب اسمع كلام حلو من احمد سيلفي، ودلوقتي بتغلطي فيا ان انا بحب اضحك مع بتوع الخضار. كده حرام وافترى. انا مفترية قليلة الادب؟ يا اللي جاي من بيت مش محترم تعالي والله لا اجيبك من شعرك. وفعلا سوريا مسكت منى ضربتها علقة موت، وفضلت منى تعيط وتقول لها: حرام عليكي يا حماتي، ليه بتعملي فيا كده؟ انت كده ترضيها على بنتك؟ انت هتجيبي نفسك لبنتي؟ لا يا حبيبتي، بنت مؤدبة ومحترمة. وكلمة كمان هديكي على دماغك اجيب اجلك النهاردة بيه. احترمي نفسك ويلا ادخلي اعملي الغدا. على فكرة انا هدخل اعمل الغدا، مش خوف منك ولا خوف من العلقة اللي انت اديتيها لي، علشان بس خلود واحمد لما يجوا من المدرسة والكلية يلاقوا اكل ياكلوه. والله يسامحك يا حماتي. امتى بقى هخلص منك؟ انا عارفاكي تعبانة وسهتانة، قعدتي تتمسكني لحد ما اتمكنتي وخليتي كل العيال يحبوكي ويدافعوا عنك، وكمان بيتخانقوا معايا علشانك. ده انت حربية، ودخلتي البيت لفتي كله حواليكي. بعدها منى دخلت وعملت الغدا، وقعدت تعيط على حالها، بس مش عايزة تشتكي لحد علشان ما تخسرش بيتها وجوزها، ولأنها بتحب محمود جوزها قوي. وفي نص اليوم أنا وأحمد رجعنا من الكلية، وكمان محمود جه من شغله، وطبعا منى خلصت كل الأكل وروقت البيت كمان. بعدها دخلت عند منى وقلت لها: راسك لونها أزرق كده ليه؟ انت اتخبطتي أو وقعتي؟ اعمل ايه يا خلود؟ مامتك ضربتني علشان كان بتغلط فيا، وبقول لها حرام عليكي كده، قامت ضرباني جامد. بعدها احمد دخل علينا وقال لها: يعني ايه الكلام ده؟ لا طبعا انا مش هسكت، انا لازم اتكلم معاها ونعمل وقفه لماما. انت بنتي ناس برضو، واحنا هنتحاسب عليكي. الله يخليك يا احمد، انت بالذات متتكلمش. دي مامتك بقت عماله تقولي ان انا بحب اسمع كلام حلو منك، والكلام ده لو وصل خالد ممكن يخرب الدنيا ويخرب بيتي كمان. يا نهار ابيض، هي ماما عماله تعمل ليه كده؟ والله يا منى انا مش لاقيه مبرر ان هي تكرهك بالطريقه دي. انت ما شاء الله عليكي ونعمه الزوجه، والله ده حتى انا بتعلم منك علشان ابقى زيك لما اتجوز. خلاص بقى وطوا صوتكم علشان خالد جاي علينا، وانا رايحة احط الاكل على السفرة، مش عايزاه يسمع اي حاجة من الكلام ده. بعدها منى حضرت السفرة
وكل العيلة قعدوا علشان ياكلوا. ايه اللي في وشك ده يا منى؟ ليه راسك زرقة كده؟ في حاجة حصلت؟ لا مفيش حاجة يا حبيبي، ده وانا رايحة السوق وقعت على السلم واتخبطت في راسي. حبيبك؟ هو انت تتحب اصلا؟ حبك بورصة يا حرباية. وانت تكدبي ليه يا اختي؟ ما تقولي الحقيقة لجوزك. إيه يا حبيبتي، هتقولي ولا اقوله انا؟ ليه يا امي؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ قولي. كل اللي حصل يا اخويا ان مراتك قلت لها روحي هاتي 2 كيلو طماطم، راحت عند بياع الطماطم، انت عارفه بيحب الحريم او بيحب يعكسها، فعكسها. قامت ضحكت له، قامت مرات الراجل مسكتها ضربتها علقة موت في نص السوق. وده ليه؟ علشان الست هانم مش محترمة نفسها ولا حتى جوزها. ايه الكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده يا محترمة؟ بقى انت يا منى تعملي معايا انا كده؟ تضحكي عليا؟ ومع مين؟ مع بتوع الطماطم؟ والله ما انت قاعدة فيها. ايوه كده يا ابني جدع، انت كده راجل من ظهر راجل. يلا خليها تغور عند اهلها، احنا ما عندناش حد قليل الادب كده. والله الكلام ده ما حصلش، اسمعني بس انا افهمك اللي حصل. انت عارف عمري ما كدبت عليك. وقبل ما تكمل كلامها حماتها دخلت في الكلام وقالت: قصدك ايه يا حبيبتي؟ انا كدابة ولا كدابة؟ الحق يا خالد، بتكدب امك كمان. للأسف محمود صدق والدته وخلى منى تروح عند أهلها غضبانة. وبعد ما منى مشيت وراحت عند أهلها، محمود طلع على شقته وكان زعلان جدا ومش عايز يتكلم مع أي حد. وأحمد قال لوالدته: على فكرة بقى يا أمي، كل اللي انت قلتيه ده كذب والكلام ده ما حصلش. ليه بتفتري على منى؟ حرام عليكي، احنا نعرف الحقيقة كلها. بس أخويا ما اداناش فرصة يسمعنا. وانا كمان نفسي اعرف انت مالك يا اخويا بتدافع عنها كده ليه وبتحبها ليه؟ انا كل اللي حرق دمي ان هي مشيت راحت على بيت اهلها من غير ما تشيل الاكل ولا تغسل المواعين. بجد يا ماما حرام عليكي على اللي انت بتعمليه مع منى ده، ربنا هيحاسبنا عليها صدقيني. انا لو سمعتك انت يا احمد ولا انت يا خلود بتدافع عن منى تاني هديكم على دماغكم انتوا الاتنين، سامعيني ولا لا؟ بعدها منى وصلت عند بيت أهلها ووالدها قال: ما أنا قلتلك يا منى يا بنتي لازم نتدخل علشان نوقف حماتك عند حدها. انتي ما وافقتيش وقلتي لأ علشان خالد جوزي ما يزعلش مني. في الآخر جت عليكي وانت الخسرانة. طب أعمل ايه بس يا بابا؟ والله ضربتني النهاردة وكنت راضية وقلت عادي، لكن كمان بتتهمني في شرفي. هو ده اللي مزعلني قوي، واللي زعلني اكتر ان خالد جوزي صدقها على طول وما سمعنيش. قلبي اتكسر بجد. ما هو يا بنتي برضو الزن على الودان امر من السحر، وجوزك هيعمل ايه يعني؟ عنده منها لله، لازم يسمع كلامها. بس برضو يا بابا ده مش مبرر ان خالد يعمل معايا كده، كان المفروض يسمعني ويسمعها برضو. يلا بقى، الله يسامحه. عدت الأيام ومحمود ما سألش في منى وكان زعلان منها جدا. وأنا وأخويا أحمد رحنا جبناها من بيتها لأننا بنحبها جدا، ما حبيناش تبقى بعيدة عن أخونا. على الرغم هو اللي غلطان في حق مراته، لكن هي بتحبه جدا. وأول ما وصلنا أحمد قال لخالد: ها يا خالد، هتكسف أخوك الصغير بقى ولا إيه؟ قلتلك مراتك محترمة وما تعملش حاجة زي كده وانت مصدقتنيش. أنا رحت وجبتها من عند بيت أهلها ومصالح مراتك واكبر بخاطرها. انا هعديها المره دي بس يا منى، بس يا ريت تحترمي عدم وجودي المره الجايه، لاني بعد كده ما تلوميش الا نفسك. صدقني يا محمود انا مظلومه والكلام ده ما حصلش اصلا. خلاص بقى يا منى، خالد اصلا مصدقك واحنا هنبدا صفحه جديده مع بعض، صح يا خالد؟ خلاص يا منى، حصل خير. انا هنزل اجيب حاجه من تحت وجاي على طول، خليكم هنا. بعدها خالد نزل وكان نازل علشان يجيب تورته يصالح بيها منى ويكبر بخاطرها، لكن ما زالت والدتي مش سايباها في حالها. انت جيتي يا وش المصايب برضو يا احمد، عملت اللي في دماغك ورحت جبتها. على فكرة بقى يا ماما، مش احمد بس اللي راح جابها لوحده، انا كمان رحت معاه. وحرام عليكي بقى، عامليها زي بنتك شوية. اعملها زي بنتي؟ حاضر من عيوني. وراحت سوريا جابت خرطوم المية وغرقت بيه كل السجاد بتاع الشقة، وغرقت منى كمان وقالت لها:
انزلي اغسلي السجاد كله، عايزاه يلمع زيه زي المراية، سامعة ولا لأ؟ حرام عليكي، ده الجو برد، ليه بتعملي معاها كده؟ أنا هساعدك يا منى. والله لو ساعدتيها هديكي على دماغك، وأبيتك النهاردة في المستشفى. امشي على اوضتك يا بنت انتي، وانتي يلا يا حلوة خلصي بسرعة، ساعة زمن والاقي سجاد الشقة كله نظيف. حاضر يا حماتي، هغير هدومي علشان اتغرقت مية وكلها بقت ملزقة عليا، وبعدها هبدأ في السجاد. وتغيري هدومك ليه؟ خليكي كده بالهدوم اللي عليكي، ما انتي كده كده هتغرقي نفسك. وفعلا منى بدأت تغسل كل السجاد، وأول ما سوريا حست إن خالد ابنها طالع على السلم قعدت تصرخ وتقول: يا لهوي يا لهوي يا منى، اخصى عليكي، ما كنتش أعرف إن انت قلت الأدب كده، ومغرقة نفسك بالمية وملزقة الهدوم على جسمك، وداخلة لابني علشان يقولك كلمتين حلوين في غياب جوزك، كده برضو يا أحمد تخون أخوك. في إيه يا أمي؟ أنا مش فاهمة حاجة، أحمد قال لها إيه؟ أحمد بيقول لها يا بخت خالد بيكي، تعالي نهرب أنا وإنتي ونتجوز، وهي تقوله يا ريت، ده أنا زهقت من خالد ومن أمك. شفت يا خالد اللي أنت متجوزها يا ابني عملت فيك إيه؟ وأختك خلود شاهدة على الكلام ده، صح يا خلود؟ مش كل الكلام ده حصل؟ وقتها كنت واقفة وشاهدة إن كل الكلام ده ما حصلش، لكن والدتي كانت عايزة تخليني أشهد غصب عني، لكن أنا مرضتش. وخالد للأسف مسك في أخوه وقعد يضرب فيه ويقوله: انت عيل صايع وقليل الأدب، والعيب مش عليك، العيب على السفلة اللي أنا متجوزها، روح يا منى وانتي. وقتها بسرعة صرخت في أخويا وقلت له: لا يا خالد علشان خاطري بلاش تطلق منى، والله العظيم الكلام ده ما حصلش، احمد كان في اوضته وما خرجش منها، ومنى كانت بتغسل السجاد علشان والدتك هي اللي غرقت السجاد وغرقت منى بالميه، وانا عملت نفسي دخلت اوضتي علشان اعرف ماما هتعمل ايه تاني، لقيتها عماله تراقبك، واول ما لقيتك طالع على السلم قامت مصوته وعامله كده، لكن والله ولا احمد كلم منى ولا منى كلمت احمد. قولي الحقيقة يا أمي، بجد الكلام ده حصل؟ وقتها حماتي قالت بكل جبروت وبدون ندم: أيوة حصل، أنا ما بحبش البنت دي، وكلكم بتحبوها وكلكم بتدافعوا عنها، أنا ما أعرفش ليه بتعملوا معايا كده، علشان كده كنت عايزاك تطلقها وتمشيها من البيت، فقلت لازم أعمل كده. خلاص يا أمي، من النهاردة أنا هسيب شقتي اللي فوق وهبيعها، وهجيب شقة تانية بعيد عنك، وهبعد أنا ومراتي عنك، وانت في حالك وهي في حالها علشان نعرف نعيش. طب خلاص يا ابني، ما تكبرش الموضوع، أنا عارفة إن الحب والاحترام أهم من السيطرة والتملك، بس أعمل إيه؟ ما بحبش مراتك، لو عايزين تكرهوني براحتكم بقى. يا أمي إحنا عمرنا ما كرهناكي، لكن الحب الحقيقي مش بيتبني على الخوف والإهانة، إحنا لسه بنحبك، بس كنا محتاجين مساحتنا الشخصية، وللأسف مش هرجع زي الأول. وفعلا محمود أخد شقة بعيدة عن والدته في مكان تاني، ومن ساعتها أمنا مرتاحة وعايشة بكرامتها. والدتي اتحرمت من ابنها بسبب أفعالها، والحقيقة كانت تستاهل، لأنها طعنت في شرف مرات أخويا، ودخلت كمان أخويا الصغير اللي ملوش أي ذنب. ودي كانت نهاية قصة النهاردة، لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا قصص جديدة كل يوم. سلام.